أهلا بيكم في قناة أليشا ستوريز. هنا بنحكي قصص حقيقية من قلب الواقع. ناس عاشوا التجربة وتعلموا منها وجم يشاركوها معانا. استعدوا وخلوا ودانكم معايا علشان اللي جاي مش بس قصة، دي حكاية ممكن تغير فيك حاجة. ولو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك الفيديو مع اللي بتحبهم، علشان الحكايات دي لازم تتسمع. يا جماعة، أنا لامية وعمري 40 سنة. انفصلت عن جوزي من 13 سنة، ومفيش غير ابن وحيد هو اللي طلعت بيه من الدنيا دلوقتي. ابن عمره 18 سنة، وهو نور عينيا وكل حاجة في حياتي. بحبه قوي بجد. يعني مش هقولك قد إيه، بس ده دلع ماما وكل سندي وصاحبي بعد ما أبوه سابني ومشي. أنا مبقدرش أستغنى عنه خالص، وحلمي أفرح بيه وأجوزه. كل ما أجيب له عروسة علشان نخطبها بيقولي: لا يا ماما، مش دلوقتي، خلي أخلص دراستي وأشوف الجيش والأوراق بتاعته، وبعد كده أشتغل في شقتي ونشوف ساعتها هنعمل إيه. والموضوع كان ماشي كده عادي لحد ما حصلت المواقف اللي هحكيلكوا عنها. في يوم من الأيام البيت كان فاضي من أي حاجة، فقلت له: يا واد يا عمرو، تعالى معايا نجيب طلبات. بس هو صمم يقعد في البيت وقال لي مش عايز ينزل، والجو كان حر قوي. فقلت: خلاص هأنزل أنا بسرعة وأجيبها لك. نزلت السوق وجبت كل الحاجات ورجعت البيت. لما فتحت الباب لقيت البيت ساكت جدا، مع إن عمرو دايما بيبقى مشغل أغاني وصوته عالي وبيتحرك في كل حتة. سمعت صوت بيتوجع جوه الحمام، فناديته: إيه اللي حصلك يا واد؟ قال لي: مفيش حاجة يا ماما، بس هطلع دلوقتي. لكن ال5 دقايق طالت قوي، فقررت أدخل أشوفه، يمكن يكون عنده حاجة ومش عايز يقول. لكن يا جماعة، أول ما دخلت بصيت لقيت المنظر اللي مخليني مش عارفة أصدق. ابني عمره اللي لسه صغير 18 سنة بس كان قاعد يعمل حاجة ما كنتش متخيلة إنه يوصل لدرجتها. يعني والله أبوه كان كويس، بس الولد ده عدى أبوه بكتير. مش هقولك قد إيه بالظبط، بس لو عرفتي هتستغربي. اتصدمت طبعا، وطلعت بسرعة من الحمام ورحت أوضتي وأنا مش عارفة أصدق اللي شفته. قعدت أفكر، ربنا يستر عليها اللي هتتجوزه، إزاي هتتعامل معاه. حتى افتكرت أيام أبوه زمان، لكن والله ما كنش فيه ولا ربع اللي شفته النهاردة. المهم، بالليل قعدنا نتفرج على التلفزيون، بس حسيت إنه قريب مني قوي وبيمسك في إيدي ويضحك بطريقة غريبة. أنا كنت مستغربة، بس ما قلتش حاجة، يمكن فرحان شوية. بعدين قلت له: خلاص يا عمرو، هدخل أنام، اليوم كان متعب. فقال لي: إيه اللي حصل النهاردة يا ماما؟ قلت له: لا لا متهتمش، بس هنام. دخلت أوضتي وأنا لسه مفكرة في اللي شفته ومش عارفة أخرجه من دماغي. يعني إيه اللي يحصل بعد كده؟ وبعدين فجأة حسيت إني غافلة شوية، ولما صحيت تاني لقيت حاجة غريبة بتحصل. مش عارفة أوصف لكم إزاي، بس حسيت إنه دخل أوضتي وبيدور حواليني. أنا كنت تعبة وما فكرتش كتير وعديت للنوم تاني. لكن فجأة، يا جماعة اللي أنا شفته ده، الواد قعد يعمل حاجة فيا وأنا مغمضة. أول ما فتحت عينيا لقيت ابن عمرو قاعد جنبي بيقول: معلش يا ماما، أنا مش عارف إزاي حصل كده. أنا كنت متحجرة. قلت له: لا يا حبيبي، خليها تكمل، وبعد ما تخلص قوليلي أنت ليه عملت كده. والله العظيم الولد قعد 3 ساعات. أبوه زمان كان بيخلص في 10 دقايق بس. بصراحة أنا كنت متحيرة، من ناحية مش عارفة أتصرف، ومن ناحية تانية ما كنتش عايزة الموضوع يخلص. يعني أنا ست بلدي وبحب أتكلم بصراحة، بحب أفشي اللي جوايا من غير ما أخاف. بعد ما خلص قال لي: ما تزعليش مني يا ماما. فرديت عليه: يخرب بيتك، إيه اللي أنت عملته ده؟ قال لي: أنت زعلانة مني؟ قلت له: زعلانة إيه يا بني؟ اقعد هنا واحكيني إزاي ده حصل. فقال لي بكل صراحة: يا ماما، أنا من زمان بشوفكي لما بتكوني في البيت مرتاحة، وساعات بتكوني لابسة حاجة خفيفة، والرمان بيكون باين، وكنت نفسي آكل منه، بس طبعا ما كنش ينفع أقول. أنا قلت له: أنت كده كده كنت ساكت، ليه ما كلتش معايا؟ قال لي: بس النهاردة لما شفتكي تدخلي الحمام وتلاقيني حسيت إنكي متقبلة الموضوع، فقررت أخليكي مبسوطة. أنا بصراحة ما كنتش عارفة أرد. من ناحية أبوه سابني من سنين، وأنا ما بقتش عايزة أتجوز تاني عشان ما يجيش حد يضايق عمره. بس دلوقتي الموضوع اختلف،
بقيت عايشة معاه بكل معنى الكلمة، فقررت أستمر في اللي بيعمله، بس عارفة إن محدش هيفهمني، علشان كده جيت أحكي لكم. أنا عارفة إنكم مش هتحكم عليا، وكل واحد فيكم هيقول رأيه بصراحة، فياريت تكتبولي رأيكم، أعمل إيه وإزاي أتصرف، وهستنى كل التعليقات وأقرأها كويس. كانت معكم أليشا ستوريز. دمتم في أمان الله وحفظه، مع السلامة.